اللهم يا عماد من لا عماد له، ويا ركن من لا ركن له، يا مجير الضعفاء، ويا منقذ الهلكة، يا عظيم الرجاء، يا عزيز، يا جبار، يا مقتدر. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم إنا نسألك يا الله يا غياث المستغيثين ويا آمن الخائفين أن تغيث أهل سوريا. اللهم أغث أهل سوريا، اللهم أغث أهل سوريا، اللهم اكشف عنهم الكرب، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم على الحق يا رب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد. اللهم إنا نسألك أن ترحم أهل سوريا. اللهم مدهم بمددك، اللهم ظللهم بالغمام، اللهم وظللهم بملائكتك ورحمتك، اللهم وظللهم بعفوك وعنايتك. اللهم اشدد أزرهم واربط على قلوبهم، اللهم وانزل عليهم دفئا وسلاما وأمنا وأمانا. اللهم وانزل عليهم صبرا وثبت أقدامهم، ومن عليهم بنعمة الأمن والأمان والإيمان. اللهم اجعل في قلوبهم نورا، وفي سمعهم نورا، ومن فوقهم نورا، ومن تحتهم نورا، وعن يمينهم نورا، وعن شمالهم نورا. يا الله يا الله يا الله، يا قوي يا عزيز، يا ناصر المستضعفين، ويا ولي المؤمنين. نسألك برحمتك وعفوك وكرمك وجودك وإحسانك أن تتقبل شهداءهم وأن تشفي مرضاهم. اللهم ارحم الأمهات الثكلى والزوجات الأرامل والشيوخ الركع والأطفال اليتامى، من لهم إلا أنت، ومن ناصرهم إلا أنت، ومن رحيمهم إلا أنت، ومن وكيلهم إلا أنت. اللهم ضرب بالظالمين بالظالمين، واخرج الكفار وأعداء الدين من سوريا، مقهورين مدمرين مقتولين معدودين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم من أراد لسوريا التفريق والعداوة، اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا.